جهة الداخل وادي الذهب تتوفر على أكبر احتياطي من الأسماك على الصعيد الوطني، الشيء الذي جعلها تنفتح على الأسواق العالمية لما توفره من جودة المنتوج وبنيات التصدير. سنويا يتم تصدير حوالي 700 ألف طن من الأسماك في مقدمتها الرخويات. تفاصيل أكثر نجدها في الريبورتاج التالي من تصوير زكريا أيت عبد المجيد ونزار بحوت. يوما بعد يوم تضع الداخل موطئ قدم في أسواق السمك العالمية بالنظر إلى جودة المنتوج ووفرة المخزون وبنيات التصدير التي حولت هذه المدينة الصغيرة إلى ممول كبير للأسماك بمختلف أنواعها. الأسواق العالمية يتم تزويدها بالمنتوج السمكي ذو الجودة العالية، والداخل توفر لزبنائها هذه الشروط. كما شفتوا كان هنايا كليان إسباني اللي جا ياخذ السلعة وكتعجبهم السلعة ديال الداخلة أنها هي كرقم واحد في العالم بالنسبة للجودة، وحنا ديما الهدف ديالنا هو الجودة والتثمين ديال المنتوج ديال المغرب. من خلال انفتاحها على الأسواق الدولية باتت الداخل اليوم تصدر أكثر من 600 ألف طن من الأسماك سنويا على رأس الطلب الرخويات. ولينا كندير واحد التصدير اللي كيتراوح 2.4 مليار ديال الدرهم الحمد لله سنويا، بالخصوص هذا الشيء اللي كيتعلق بالرخويات وبالاسماك السطحيه. المساله اخرى الحمد لله بالتعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله الاخيره اللي عطى باش يتفتح ذاك البور جديد ديال الاطلسي اللي غيكون في الداخله، هذا غادي يفتح لنا واحد الوتيره اقتصاديه اكثر.